السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر. مبدئيا أنا مش هقيم اللعيبة الشباب الصغيرين اللي لعبوا النهاردة في الماتش. بس عايز أقول إن في لعيبة كتير في الأهلي دلوقتي. لا، الأهلي كبير عليهم، وفعلا يعني ما يستاهلوش إن هم يكونوا موجودين في الفرقة. بداية بقى من مصطفى العش أحمد رمضان بيكهام لأشرف داري. كوكا لو جاله عرض يتكل على الله عادي، مفيش اي مشكلة. طاهر محمد طاهر، يعني انت اصلا ما بتعرفش تشوط بيمينك عشان تجيب الكرة على شمالك وتشوطها. حسين الشحات يعني لسه راجع، بس برضه في كرة طمع فيها شاطها. كان الولد اللي هو ابراهيم الاسيوطي كان فاتح له ناحية اليمين، كان ممكن يعملها. وكان في زيادة عددية جوه منطقة الجزاء، كان في جراديشار وكان في حمزة عبد الكريم. ف يعني مش عايزين اللعيبة بس تفكر في نفسها وخلاص. انا بشوف برضو ان الاهلي مش مستعني البطولة، سواء بمسماها القديم كاس الرابطة او بمسماها الجديد كاس عاصمة مصر، من ايام ما طلعت، وقت ما كان موسيماني ماسك الفرقة يعني. عموما الاهلي برضو لسه فاضل له ماتشات كتير، يعني لسه فاضل له ماتش مع فاركو، ماتش مع سيراميكا، ماتش مع غزل المحلة، ماتش مع المقاولين، ماتش مع الطلائع الجيش. فإلى حد ما في فرصة، ولكن أنا من خبرتي يعني ومن السنين اللي فاتت في الفرجة، أنا شايف إن الأهلي أصلا يعني بيشترك في البطولة دي مجبر، يعني عشان ما يتوقعش عليه غرامات وعقوبات، وبالمرة عشان يجرب لعيبة شباب، يبص يشوف هل في مثلا لعيب يقدر ان هو يبقى موجود مع الفيرست تيم. لا اكتر ولا اقل، لانها في الاخر هي بطولة، ايه اخرها بتوصلك لكاس السوبر اللي هو فيه 4 فرق اللي بيتلعب في الامارات. والاهلي في الطبيعي لما يكون مثلا في اسوأ حالاته هو بينافس على بطولتين يعني محليتين، الدوري والكاس. فصعب قوي ان الاهلي يخسر الدوري ويخسر الكاس ويروح ينافس على كاس الرابطة او كاس عاصمة مصر عشان يروح يلعب السوبر. بس ده باختصار شديد. اه, بالاضافة برضو عمر كمال عبد الواحد، يعني يروح سيراميكا بقى مع علي ماهر، يمكن يتألق هناك، هو مكانه وهو بيعرف يشتغل مع علي ماهر. شكرا.